بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن الأحوال. النهاردة بقى يوم الجمعة، عندنا شتاء زي ما انتم شايفين كده. بص، قمت بقى لقيت البلكونة مبلولة كده، قلت ما كده ايه، امسحها مسحة من على الوش عبال ما ابدأ ان انا ايه، عشان اعرف ادخل بس ما ادخلش في المية وادخل تاني على الأوضة والأوضة تتبهدل. فقلت انشف كده بس مؤقتا عبال ما ننضف بقى مع بعض الشقة. وهنعمل النهاردة بقى مع بعض روتين، وهنعمل مع بعض النهاردة أكل بقى كده على قد الإيد. في ظل طبعا الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي وغلو الأسعار، هنعمل شوية حاجات كده على قد الإيد. احنا هنا كنا الظهر الناس كانت طالعة من الصلاة اهي زي ما انتم شايفين كده. بدأنا يومنا بإيه؟ بدأنا يومنا بقى ان احنا ايه، ان شاء الله نفطر كده الأول، وبعد كده بقى ايه، ننطلق بقى في البيت بقى من تنظيف لأكل الحاجات طبعا. وكمان عملت حاجات من بواقي حاجات موجودة عندي في البيت، هتعرفوها معايا في الفيديو علشان انتوا كمان ما ترموهاش. وتعملوها تفيدكم طبعا، حاجات يعني انت بتشتريها غالية هتعمليها في البيت بأقل التكاليف. يلا نشوف بقى الفيديو كده مع بعض ونشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. تعالوا الأول افطروا معايا كده. طبعا عايزة اقول لكم على حاجة قبل ما نبدأ الفيديو. أنا لما بخش في إحصائيات الفيديو عندي بلاقي 20% من المشتركين اللي بيشاهدوا الفيديو، اللي بيشاهدوا الفيديوهات عموما، يعني 20% من المشتركين و80% مش مشتركين. ف80% بيتفرجوا ومش مشتركين. مش هتخسي حاجة لما تضغطي لايك ولما تضغطي اشتراك اللي خلاكي تدخلي الفيديو وتتفرجي عليه. طب اشتراك بقى حلو كده، مش هتخسي حاجة. بدل ما يبقوا حتى 80% و20% يبقوا 50 و50. هنا بقى أنا ايه، فطرت عندي غسيل في الغسالة مشغلة عليه، وعندي غسيل تاني مطلعاه من الباسكت برضو هشغل عليه اللي انت شفتوه ده، وعندي غسيل تاني ايه هطبقه. وهنعمل كده روتين كده بسيط كده خفيف من على الوش، مش هنشيل الفرشة ولا حاجة. وهنعمل مع بعض بقى كذا حاجة كده ايه حلوة ومفيدة، وبصوا حاجات هتستفادوا منها جدا. الاول بقى عايزة اقولك على حاجة مهمة كده. تعالي يا حلوة انت وهي، اسمعي معايا. ايوه، انت وهي تعالوا بقى اسمعوا معايا. عايزة اقولكوا على حاجة. في حاجات لو بطلتي تهتمي بيها يعني في حياتك، هتبقى حياتك احلى، وهتبقى حياتك ألذ، وهتبقى حياتك اهدى، وهتبقى حياتك اطعم، وهتبقى حياتك احسن، وهتحسي براحة بال. بصي، ما اقولكيش ازاي. ازاي بقى يا ام مالك؟ تعالي وانا اقولك. ما اقولكيش ليه؟ هقولك. زي ما انا بستفيد لازم كمان افيدكم معايا، بس تمشوا على النصايح اللي انا هقولكوا عليها دي. عايزين بالكم يبقى مرتاح، وعايزين تريحوا دماغكم، وعايزين تعيشوا كده حياة احسن واهدى. تعملي ايه؟ بطلي تهتمي بالناس اللي ما بتهتمش بيكي. بطلي تهتمي بالناس اللي ما بتهتمش بيكي. تهتمي بالناس اللي ما بتهتمش بيكي ليه؟ ما تهتميش بيهم. يعني ما ينفعش ان انا ابقى ست متكبرة وباردة كده واحساسي بالناس بس، يعني ما بقاش حاسة بالناس اللي قدامي وما اهتمش بيهم. وما ما يبقاش عندي احساس كده اه ما يبقاش عندك احساس. ما تهتميش بالناس ادام مش بيهتموا بيكي، ما تهتميش بيهم. آه الناس اللي ما تستاهلش الاهتمام ما تهتميش بيها. هقولك ليه. لانك لما بتهتمي بحد بتتوقعي ان هو كمان هيهتم بيكي، او هي كمان هتهتم بيكي زي ما انتي بتهتمي بيهم. فده في الزمن ده ما بيحصلش. انتي بتهتمي بالناس والناس ما بتهتمش بيكي، فما بيحصلش. فبيحصل عندك ايه بقى؟ بيحصل عندك ضغط نفسي ويأس من الناس اللي قدامك ومن الحياة. يعني نفسيتك بتتعب، وبتحسي انك اتكسر بخاطرك، وبتحسي ان انت زي الزفت، وبتحسي ان انت بتعملي مع الناس كل حاجة وهما ما بيعملوش معاكي اي حاجة. فعشان كده اهتمي بنفسك وبس. بطلي تهتمي بأي حد ما بيهتمش بيكي. اهتمي بنفسك وبس. اللي ما بيهتمش بيكي ما تهتميش بيه ولا تدوري عليه، علشان انت اللي بتزعلي في الاخر، وانت اللي بتتعبي في الاخر. برضو حاجة تانية، بطلي تتعاملي مع الصحاب، القرايب، الحبايب، الجيران، زملاء العمل، اي حد. اي حد مهما كان بينك وبينه تعامل او قرابة،
آه، ويكون هو او هي من الناس الشكاية. الناس الشكاية الناس اللي هي ما بتحمدش ربنا، الناس اللي على طول الوقت عندها طاقة سلبية. بطلي تتعاملي معاهم. الناس اللي طول الوقت بتتكلم على مشاكلها، وممكن ما يكونش عندها مشاكل اصلا، بس طول الوقت هي بتحب تشتكي. هي اصلا بتحب تشتكي. فده ايه؟ الناس على طول تقعد تقولك ايه ده، انا تعبانة، ايه ده، انا محسودة، انا قد ايه مش مبسوطة، إيه وقد ايه ما معيش فلوس، ومرتبي مفيهوش بركة، والعيال صحتها في النازل، وانا نفسيتي زي الزفت، وعلى طول بتخانق مع جوزي، ومديري مستقصدني في الشغل، ومرتبي ما بيزيدش، وما باخدش حوافز، وبشتغل شغل وجهدي بيروح على الفاضي، باخد فلوس اقل بكتير، وانا ما معيش، وعيالي تعبانين، والحكاية وراهم. هما ممكن يكون معاهم فلوس وكويسين وعايشين حياتهم، ومية مية مية ما فيش اي حاجة. ابعدي عنهم. لا 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 لا، وقفي لغاية كده. ابعدي عنهم. اشتري نفسك، اشتري دماغك، اشتري صحتك. هتديكي طاقة سلبية، نفسيتك هتتعب. خليكي مع الناس اللي تديكي طاقة إيجابية، تديكي أمل في الحياة. في ناس ما معاش تجيب اللقمة وبتقول كلنا والحمد لله. في ناس بتبقى واكلة عيش حاف وتقول كلنا فراخ وسمك ولحمة واحنا مية مية. دول خليكي معاهم. نصيحة بس مني كده من أم مالك، عشان خاطر ايه تعيشي حياتك مرتاحة البال. هنا بقى انا هعمل ايه؟ طبعا في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها ديت وغلو الاسعار، الواحد كان بيروح يجيب كيس الفيجيتار نص كيلو ب25 جنيه. دلوقتي كيس الفيجيتار بقى نص كيلو ب40 جنيه. طب ليه؟ انا كنت دايما طبعا، عشان انت عارفين ولادي اللي في الحضانة واللي في المدرسة وكده، فبجيب دايما العيش الطويل، مرة يفضل مني رغيف، مرة رغيفين، مرة مش عارفة ايه. ارميهم؟ لا. مسكتهم بقى، نشفتهم وحطيتهم في الشمس شوية كده، وسخنت الفرن بتاعي جامد وحطيتهم برضو في الفرن نشفوا خالص. كنت مجمعة حوالي إيه 7 أو 8 ترغيفة. اعمل بيهم ايه ال7 8 ترغيفة دولت؟ انا عملت بيهم كيلو فيجيتار. كيلو فيجيتار يا ام مالك، عملت بيهم كيلو فيجيتار. انا بجيب النص كيلو ب40 جنيه، الكيس اللي هو الفيجيتار اللي هو بتاع ماي واي ده، العبوة النص كيلو اللي كنا بنجيبوها ب25 جنيه بقت ب40 جنيه. طب وليه؟ ما انا عندي بواقي عيش طويلة اهي، ما انا الشفا وطلعت لي كيلو ب80 جنيه من شوية عيش كانوا بيترموا او الناس بتبيعه. طب العيش الطويل ده اصلا لو اتباع ما بيوزنش. كيلو العيش مش عارفه ب3 4 جنيه، بس ما بيوزنش لانه خفيف. انا ارميهم ليه؟ انا مسكتهم نشفتهم وحمصتهم في الفرن وعملتهم زي ما قلت لكم كده، وضربتهم في الكبه كده كل كام قطعه مع بعضها. ومعايا هو زي ما انتم شايفين كده إيه بص يعني بعملهم كده علشان خاطر ما انا بحب الفيجيتار الناعم. والله انا بحب الفيجيتار الخشن برضو، لانه بيبقى جميل جدا وبيعمل كده كفر وقوام كده لحتة البانيه من بره. احنا دلوقتي بقى هنعمل مع بعض فيجيتار يمشي مع كل حاجة، يمشي مع اللحمة ومع الفراخ ومع الكفتة ومع البانيه، مع كل حاجة الفيجيتار ده. يعني الفيجيتار ده تعملي بيه كل حاجة يا ام مالك، كل حاجة. طحنت العيش اهوت وحللته كده، خليته ناعم زي ما انتم شايفين خالص كده. تحطي ايه كمان على العيش يا ام مالك؟ حطيت معلقتين نشا، حطيت معلقتين بهارات، حطيت معلقة بهارات، حطيت معلقتين كركم ليه يا ام مالك عشان يديكي لون كده. الفيجيتار جميل كده اهوت وحلو. وحطيت 3/4 كوباية دقيق. شفتوا بقى انا حطيت ايه؟ وحطيت معلقه بيكنج باودر، وحطيت ملح. ما حطيتش فلفل. ليه يا ماما مالك ما حطيتش الفلفل؟ لان انا كده لما بتبل البانيه او بتبل لحمه او اي فراخ بفتيك اي حاجه بحط عليها فلفل، فمش هي مشكله لما ما احطش الفيجيتار يعني. وبعدين في حاجه كمان. إيه... اللهم صل على كامل النور. نسيت كنت هقول لكم ايه. شايفين الفيجيتار يا ولاد جميل ازاي؟ حطيت معلقه بهارات، معلقتين 3 كركم كده عشان يديكي لون جميل كده للفيجيتار، معلقه ملح، تمام، معلقة بيكنج باودر، 3/4 كوباية دقيق، معلقتين 3 نشا كبار. ليه النشا؟ عشان يديكي كده طبقة من بره مقرمشة كده وجميلة. شفت عملت كمية قد ايه؟ عملت كيلو من شوية عيش ناشف عندي بيترمي او بيتباع للناس اللي بتعدي في الشارع ديت. الكيلو بيتباع ب3 4 جنيه. والعيش الطويل ده خفيف، يعني الشوية دولت اصلا ما كانوش يعملوا كيلو بره، بس احنا عشان ضفنا عليهم اضافات زودت منه. تمام.
بصوا بقى الجمال، احطهم في كيس كده عندي اهوت، كيس تلاجة، واحطهم في التلاجة. انا متعودة ان انا بحط الفيجيتار في التلاجة، اطلع استخدم منه واشيل بقيته، اطلع استخدم. هو الكيلو كده كده، كيلو الفيجيتار بيعمل كيلو لحمة او كيلو بانيه او كيلو كفتة. تمام. يعني هو الكيلو بيعمل كيلو، نص كيلو بيعمل نص كيلو، او ممكن الكيلو يعمل كيلو ونص بالكتير، يعني الكيلو يعمل كيلو ونص بانيه بالكتير. طبعا برضو قلت اعمل لولادي ايه، لقيت عندي فتحت التلاجة كده في الفريزر، لقيت عندي حوالي حتة لحمة مفرومة بتاعت ربع كيلو. طبعا الدنيا صعبة والظروف ما يعلم بها الا ربنا، في الايام دي الناس كلها بصوا بتشتكي. كان عندي فلفل الوان اصفر واحمر، ما عنديش فلفل اخضر، وبصلايه، وجيت مقطعاهم، وجيت عندي طبعا طماطم متسبكه في الفريزر، انا مفرزاها، جيت مطلعاها، وجيت معصجه اللحمه المفرومه، وحط عليها الفلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء، يعني حطيت فيها كل الفوايد. ايوه حطيت فيها كل الفوايد، طبعا الفلفل كله فوايد للولاد. وجيت خلطه كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين، وعلى وشها شويه جبنه موتزاريلا وادخلها الفرن. يعني بصوا، حاولت ان انا اوفر على قد ما اقدر وادبق على قد ما اقدر. يعني الصينيه دي تكفي حوالي 5 افراد، الصينيه دي تكفي 5 افراد بربع كيلو لحمه مفرومه. ما هو انت لو جبتي ربع كيلو لحمه صحيحه وعملتيه هيطلع معاكي 3 قطع او 4 قطع لو قطعتيهم صغيرين. مش لو انتوا 5 افراد مش هيكفي. اما تعملي الصينيه دي كده ومعاها شويه بطاطس محمره، يا سلام، مية مية. وهي اكله وشويه مخلل يعني. ووفري ودبقي نفسك على، يعني المثل بيقولك على قد لحافك مد رجليه. دبقي نفسك. لقيت عندي تفاحية مع صبعين موز. احنا هنا في البيت انا 3 افراد انا وولادي. انتي مثلا عندك تفاحية على صبعين موز، محتارة هتدي صبع الموز ده لمين ولا صبع الموز ده لمين، ولا التفاحية تقطعها على مين ولا مين. لو انتوا أسرة مثلا من 5 افراد، كان عندي والله جوفيتين كده صغننين خالص فاضلين، وصبعين موز وتفاحية، وكان عندي رمان في الفريزر، مسكت قطعت كل ده على بعضه. وجيت في الاخر افتكرت ان انا شارية فراولة وانا جاية من الشغل ونسياها، جيت مطلعة كمان كام قطعة فراولة ومقطعاهم عليهم. وكان عندي 3 برتقانات تقريبا او 4، عصرتهم، وعملت بقى ايه الفروت سلطات اللي انتوا شايفينها ديت، وكلنا كلنا منها، وكان طعمها تحفة 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 وزي العسل. ده الرمان اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض في فيديو قبل كده، بحتاجه هوت، لما بحتاجه بطلع منه. وساعات بعمله عصير رمان وبنشربه، بيبقى طعمه زي طعم التمر هندي كده، تحفة تحفة. جربوه يا جماعة، عصير الرمان ده اولا مفيد جدا، بيروق الدم كده، وتحسي انتي بتشربي تمر هندي، يفكرك برمضان. انا هنا ايه طلعت ايه 3 برتقانات عشان اعصرهم، بس بصراحة بعد ما عصرتهم لقيتهم شوية، جيت واخدة واحدة كمان عصرها معاها. يعني انا كده ايه عصرت 4 برتقانات. شفتوا بقى انا حطيت في الطبق ده كمية فوايد قد ايه. طبعا افتكرت بعد ما عملت، طبعا انا حطيت جوافيتين على صبعين موز على تفاحية على شوية رمان، افتكرت ان انا شايرة فراولة وانا جاية من الشغل وكنت ناسيها في التلاجة، وانا بفتح التلاجة لقيتها قدامي. قلت طب تعالوا بقى، جيت حاطة كمان ايه كام فراولاية كده، وزودت بقى في الفراولة لان الولاد بيحبوها وبيحبوا الفروت سلطات، لما بيلاقوا كله فراولة كده بياكلوا منه، ما في اكلات كتير الولاد ما بيرضوش ياكلوا منها. وقعدنا بقى كلنا صينية المكرونة الجميلة بقى، واكلنا بقى الايه الفروت سلطات اللي انتوا شايفينه بجماله وحلاوته ده، ما اقولكوش. وعدى يومنا زي الفل. وعملنا الفيجيتار شلناه في التلاجة لوقت عوزة، ساعة ما نيجي نعمل بانيه او كفتة او اي حاجة هنعمل بيه، وهوريهولكوا واقول لكم هو ده اللي انا كنت عاملة بيه، عاملاه في البيت، مش شارياه من بره ولا هو جاهز. هنا هطلع صينية المكرونة اهيت في الفرن زي ما انتوا شايفين، هتطلع قمر اهي، قمر 14. عايزة اتصور جنبها من جمالها ولا من ريحتها، تحفة تحفة تحفة، ما اقولكوش. يعني لما تحطي لولادك حاجة هي كلها فوايد ياكلوا منها بالجمال ده، وطبعا الفاكهة برضو كلها فوايد، يبقى انت ما قصرتيش معاهم، ما بقل التكاليف عملت لهم احسن حاجة بالجمال ده، هو مفيش بعد كده. طبعا حبايبي ومشاهديني ومتابعيني اللي وصلوا معايا هنا للفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. الناس اللي مش مشتركة عندي تشتركوا في القناة عشان يجيلكوا كل جديد من قناة يوميات وممالك. الناس اللي متابعاني متابعتكم ليا على راسي من فوق، ما تحرمش منكم يا رب، ربنا يجازيكم خير.
مش هتخسروا حاجة لما تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك، بس هتكسبوا دعوة مني حلوة تعود لكم ان شاء الله في طريقكم يا رب. وربنا يجازيكم كل خير يا رب. إيه كده بيكون خلص الفيديو بتاعنا، اسيبكم بقى في رعاية الله، مع السلامة.